الخير او مساء الخير على حسب ما هتشوف الفيديو. ازيكم عاملين ايه؟ الفيديو بتاع النهارده مهم جدا جدا جدا، وكلامي النهارده عن الامهات المنفصله. في امهات لما بتنفصل مش بتنتقم من الراجل، بتنتقم من ابنها. تمام؟ ليه؟ عشان يتجوز عليها، علشان خاطر خطب، علشان خاطر رماها، ايا كان الحاجه اللي وجعها بتطلعها في ابنها. بدل ما تفصل مشاكلها دي كلها عن حياتها بابنها وتطلعه بني ادم سوي، بتستخدم ابنها كسلاح ضد الراجل. تبدأ ما تخليهوش يشوفه، تبدأ تشحن الطفل بكلام كتير جدا جارح ويوجع من ناحية باباه. لو الطفل عنده مشكلة مثلا زي التهتهة، زي التبول لا إرادي، تأخر دراسي، خوف، ايا كان المشكلة اللي عنده من المشاكل السلوكية، تبدأ طول الوقت تنبه ان المشكلة دي حاصلة بسبب ابوك. تتكلم مثلا مع اصدقائها واللي حوالين منها، ده اصله حصل له كذا عشان خاطر ابوه، اصله بتحمل وتحط اللوم كله والعبء على الاب وتشيل الطفل من ابوه بزياده. طيب انا ليه اعمل كده في ابني؟ ايه اللي هيعود عليا بعد كده؟ اللي هيعود عليا، تعالي اقول لك النتيجه ايه هي. النتيجه انك هتطلعي طفل او هتطلعي شخص، تمام، مهزوز نفسيا، بيتاثر من اقل حاجه، ما عندهوش ثقه في نفسه، فقد الاحساس بالامان والحب، واهم حاجه موجوده في حياته هي ان هو يكون عنده اب وام ناس اسوياء. مش عيب ان الاب والام يتطلقوا، بس ما يجيش على مصلحه عيالهم، ولا تيجي على ابنك علشان خاطر تثبتي انه الزوج دوت كان شخص وحش جدا خلاص، وانا اللي كنت كويسه والسبب في كده كان هو وبهدل ابني. افصلي كل ده، افصلي كل مشاكلك وعواطفك واحساسك الداخلي لاي حاجه حصلت لك عن طفلك تماما. ماشي؟ طيب انا دلوقتي نصيحتي ليكي كاخصائيه نفسيه او كاخصائيه تعديل سلوك وارشاد اسري ايه هي؟ ان ابنك مش سلاح في ايديكي، ابنك روح بريئه عايشه معاكي وانتي مسؤوله عنها. طيب اعمل ايه يا دنيا؟ افصل مشاعري تماما عن علاقتي بابني وعن تربيتي له. تمام كده؟ ماشي؟ ابدا انه انا اتعامل معاه بهدوء، خلاص، ما حملهوش عبء المشاكل والحاجات اللي حصلت لي مع باباه، ما تكلمش اصلا قدامه. يعني ما ينفعش الطفل يبقى قاعد وحاضر كل مناقشاتكم وانتوا بتتكلموا على باباه وبتقولوا عليه كلام مش كويس او بتحملوه نتيجه الخطأ اللي حصل. طيب لو انا مش عارفه اعمل دوت ومش قادره اعمل ده، مش عيب ان انا الجا للدعم النفسي، مش عيب ان انا اتكلم مع حد مختص عشان اعدي مرحله الانفصال دي وما احملش ابني نتيجه الاخطاء اللي حصلت دي تماما. ماشي كده؟ نحاول على قد ما نقدر ان احنا نحتوي الطفل. ابعدي نفسك تماما عن الدايره بتاعت الاب، ولا اهله ولا اخواته ولا قرايبه ولا اصحابه. خلاص، هو كل اللي ليهم عندي طفل بيشوفوه وقت ما احنا محددين او وقت ما احنا مقررين وبس.